يا هلا والله بالغالين. السلام عليكم يا أجدع اسطوات في الدنيا. لو فاكر إن الإكسل ده بس شوية مربعات وأرقام، فأحب أقول لك لا يا معلم. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. ده سلاح فتاك في إيد اللي يعرف يستخدمه. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ أنا أحمد السيد، وجاي أعلمك إزاي تمسك الإكسل من قفاه وتخليه يشتغل عندك. بس يا حبيبي خلاص بقى، يلا ينفع كده الكلام ده؟ معلش يا حبيبي يلا. من أول ما نجمع ونطرح لحد المعادلات اللي تخلي مديرك يقولك الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وكل ده وبالراحة كده بالإكسل يا اسطى. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا نبدأ الرحلة. تعال. لو مديرك دخل عليك المكتب وقال لك بعتلك شيت اكسل، عايزك تطلع اكبر قيمة فيه واقل قيمة وبعتهم لي بعد ما تخلص. هنا قدامك حلين. الحل الاول تقول له كده: ضحكوا علينا، يمين بالله ضحكوا علينا، قالوا لنا الاسكندر الاكبر بس ما قلناش ان انت اكبر منه. او الحل التاني تعمل المعادلتين دول في الاكسل. ندخل عندنا على الاكسل، عندي مجموعة بيانات عايز اطلع منهم اكبر قيمة هي ايه واقل قيمة هي ايه. هنستخدم في اكبر قيمة عندنا معادلة اسمها ماكس، واحدد له الارقام ديت وادوس انتر، هيطلع لي اكبر قيمة فيها. طب عايز اقل قيمة فيها، استخدم معادلة تانية اسمها من، بحدد له الرينج بتاعي وادوس انتر، يطلع لي اقل قيمة فيهم. ممكن نعملهم بطريقة تانية، من عن طريق الزرار دوت اختار ماكس واحدد له الرينج بتاعي وادوس له انتر. وممكن برضو منها اختار من واحدد له الرينج بتاعي واقول له انتر. وده كان فيديو النهارده.